كانت ضحكتها تملأ الحارة، وصوتها كان جزءا من ذاكرة ملايين العرب. لكن خلف الأبواب المغلقة كانت النهاية مختلفة تماما. اليوم الوسط الفني العربي على موعد مع خبر صادم، رحيل مفاجئ وغامض لفنانة ارتبط اسمها بشخصية لا تنسى. إنها هدى شعراوي، المعروفة بدور أم زكي في مسلسل باب الحارة. في صباح يوم هادئ من أيام دمشق لم تكن هناك كاميرات ولا تصفيق ولا جمهور، بل شقة مغلقة وبلاغ أمني وحقيقة صادمة. بحسب ما تداولته وسائل إعلام عربية موثوقة، تم العثور على الفنانة هدى شعراوي جثة هامدة داخل منزلها في ظروف وصفت بالغامضة والمريبة. التحقيقات الأولية كشفت أن الوفاة لم تكن طبيعية، ما دفع الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل وسط تساؤلات كثيرة. ماذا حدث؟ ومن كان آخر من رآها على قيد الحياة؟ التقارير الأولية أشارت إلى اشتباه بخادمتها المنزلية التي اختفت مباشرة بعد الحادث، لتتحول القضية من خبر وفاة إلى ملف جنائي معقد. الوسط الفني السوري لم يستوعب الصدمة، فنانون، مخرجون وجمهور باب الحارة عبروا عن حزنهم الشديد واستعادوا مشاهد أم زكي، المرأة القوية الصارمة وصاحبة الحضور الطاغي. لكن بعيدا عن الكاميرا كانت هدى شعراوي تعيش حياة هادئة بعيدة عن الأضواء. في سنواتها الأخيرة اختارت العزلة والسكينة، لتكون النهاية للأسف قاسية وغير متوقعة. اليوم لا تزال الأسئلة أكبر من الإجابات. هل كان الحادث بدافع السرقة أم خلاف شخصي أم أن هناك تفاصيل لم تكشف بعد؟ ما نعرفه إلى الآن أن أم زكي التي عشنا معها سنوات طويلة غادرت الحياة بطريقة هزت الرأي العام وتركت وراءها حزنا كبيرا وقصة لم تغلق فصولها بعد. رحلت أم زكي، لكن صوتها وأدوارها وذكراها ستبقى حاضرة في ذاكرة الدراما العربية. في انتظار ما ستكشفه التحقيقات القادمة، نبقى نحن الجمهور نودع فنانة صنعت جزءا من طفولتنا وذكرياتنا الرمضانية، ونطرح السؤال الذي لم نجد له جوابا بعد: كيف تنتهي حياة فنانة بهذا الحجم، بهذا الغموض؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم في هذه القضية، وهل تعتقدون أن الحقيقة ستظهر قريباً؟